الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف ويعتلي صدارة الدوري المصري. الأهلي في التصنيف الأول في قرعة دوري أبطال أفريقيا وبيراميدز في التصنيف الثاني. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن ترشيح إمام عاشور للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة لعام 2025. مجلس إدارة الزمالك قرر التقدم بشكوى رسمية إلى رابطة الأندية المصرية ضد جماهير الأهلي على خلفية الهتافات ضد الزمالك خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري. حالة إمام عاشور تتحسن وكان من المقرر أن يجري تحاليل يوم الخميس اليوم، لكن تم تأجيلها إلى يوم الجمعة غدا، ويحتمل أن تؤجل أيضا إلى يوم السبت على أمل أن تكون النتائج طبيعية واللاعب لا يزال في العزل ويخضع لراحة تامة في المنزل. غدا قائمة الكابتن محمود الخطيب تعقد ندوتها الثالثة بفرع الأهلي بمدينة نصر. لا يوجد عقود رعاية جديدة مع الخطوط القطرية، وكل ما تردد كلام لا أساس له من الصحة. قميص النادي الأهلي سيشهد وجود راعي جديد خلال بطولة السوبر المصري، وسيتم وضع إعلان لإحدى شركات التكييفات الهوائية على قميص الأهلي ليحل محل الإعلان الخاص بأحد البنوك، وذلك أعلى ما كان الراعي الرئيسي للفريق خلال مباريات البطولة. الراعي الأساسي للبنك يعود بشكل طبيعي على قميص الأهلي مرة أخرى عقب انتهاء بطولة كأس السوبر المصري. حسام حسن ينافس يوريتيتش والركراكي على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2025. استبعاد الأهلي من قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي داخل القارة لعام 2025 لأول مرة منذ 8 سنوات. أنهى كريم فؤاد اليوم برنامجه التأهيلي المحدد له، لكن بحسب خطة المعد البدني والدراسات الحديثة سيتم وضع برنامج تأهيلي جديد للعودة تدريجيا دون التعرض لإصابة جديدة. اتحاد الكرة المصري يعلن قائمة الحكام المسافرين للإمارات للمشاركة في إدارة مباريات كأس السوبر المصري، وتضم القائمة الأكثر شعبية محمد معروف ومحمود البنا وأحمد حسام طه. الأهلي يعتلي صدارة الدوري المصري بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف برصيد 21 نقطة. من المقرر أن يلتقي الأهلي أمام إيجي النوار البولندي بمباراة العودة يوم السبت المقبل 25 أكتوبر في تمام الساعة 8 مساء وفقا للمعدل الزمني المعلن. افتتاح استاد الأهلي في صيف 2029. خماسية دون مساهمة صلاح. ليفربول يكسر سلسلة الخسائر المتتالية باكتساح فرانكفورت في دوري الأبطال. تأكد غياب أحمد نبيل كوكا عن مباراة الأهلي ضد بتروجيت للإيقاف، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري. وبكده تكون انتهت اخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.